في ايام كده اول ما تصحى من النوم تلاقي كل حاجه ماشيه معاك بالعكس، اي حاجه عايز تعملها ما بتتعملش. زي مثلا اما تركب قطر من الفصيله المحسنه عشان تروح مدينه ابو كبير وعايز القطر يمشي بسرعه، تلاقي القطر طلع متاخر عن ميعاده وكمان عطل في بدايه الطريق، والحكومه جت وانا عايط والسفريه باظت. وانا عايط ركاب كتير نزلوا من القطر اللي نط بقى في ميكروباص واللي اتشعلق في عربيه نقل وادفع واتبهدل تاني يا كبير. وانا عايط. الحمد لله بعد حوالي ساعه وتلت وصل جرار كندي عشان ينقذ الموقف. يلا يا عم توكل على الله، اخرتنا. اطلع يا عم اطلع. قلت في عالي بالي احنا محتاجين يومين كده عشان نوصل ابو كبير، ورجعت تاني من حيث اتيت وباظ اليوم. طب حد يجي يراضيك ويقول لك اسفين على اللي حصل؟ ما تلاقيش. طب يوفروا لك مواصله بديله؟ ما عنديش. برضه للامانه ركبت قطارات كتير وفعلا نادرا اما بيحصل عطل في الجرار، لكن التاخيرات والتوقفات لا تنتهي. عامه الف سلامه ليك يا هنشل، مش مشكله الركاب، اهم حاجه الجرار. بعد فترة من الزمن قلت أحاول تاني، ركبت قطر المنصورة من محطة الشرق وسألت البعض بيعدي على أبو كبير، قالوا لي لقيت القطر طلع في ميعاده. قلت يا ما أنت كريم يا رب، بس لقيت القطر ما دخلش اتجاه الشرق اللي بيودي على أبو كبير، لقيته رايح اتجاه بنها وطنطا، يعني مالوش علاقة بأبو كبير خالص. نزلت في بنها ولقيت برضو بعض الضحايا زيي اللي كانوا راكبين القطر على اساس انه رايح اتجاه الشرق. طب حطوا شاشه توضح للناس اتجاهات القطر. ما تلاقيش. طب مذيع داخلي يشرح اتجاهات القطر. مفيش. بعد كده ابقى اروح اسال سواق القطر نفسه. قلت استنصح واركب قطر بنها الزقازيق، ومن الزقازيق اخد قطر الصالحيه مباشره بدل اما اروح ابو كبير، وكده كده قطر الصالحيه من الزقازيق بيعدي على ابو كبير. قطر بنها الزقازيق لقيته ماشي تاتا تاتا وبيقف كل دقيقتين تلاته، وقف حوالي ساعه الا ربع في منيا القمح. وانا عايط. المهم خدت قطر الصالحيه من الزقازيق على الساده ركاب القاصدين محطات الصالحيه، القطر موجود برصيف رقم 3. وفي مدينه هي المحطه اللي قبل ابو كبير وقف برك بقى زي الجمل، وقف اكتر من ساعه. لقيت اليوم خلاص بينتهي والشمس قربت على الغروب، استسلمت ورجعت تاني من حيث اتيت وباظ اليوم. وانا عايط. مش عارف اذا كان حظي هو اللي وحش ولا القطارات هي اللي وحشه. بعد فتره من الزمن قلت هحاول اخر محاوله، بفضل من الله وتوفيقه وصلت اخيرا لابو كبير، وبقدم شكري لقائد القطار في اليوم ده عشان كان ماشي كويس، وده كان شعوري لما وصلت ابو كبير. يا ساتر يا رب، اخيرا وصلنا ابو كبير. اهلا بكم في ابو كبير. في تطوير واضح لقضبان المحطه وده امر ايجابي لازم الواحد ينوه عنه. سبب تسمية أبو كبير بالاسم ده يقال إنه في قديم الزمان سكنها إحدى القبائل، وكان كبير القبيلة بتاعها شهرته بين السكان أبو كبير، وفضل الاسم لغاية دلوقتي. المسافة من القاهرة لأبو كبير حوالي 110 كيلو، والمسافة من أبو كبير للصالحية حوالي 40 كيلو. حد ممكن يسأل هو مفيش قطر من القاهرة للصالحية؟ في قطر درجة تالتة وحيد يتيم بيطلع الساعة 4 إلا تلت العصر، بس هتوصل في جوف الليل. سعر التذكرة من أبو كبير للصالحية حاليا ب6 جنيه، وسعر التذكرة من القاهرة لأبو كبير حاليا ب10 جنيه، وبقول حاليا عشان لو حد شاف الفيديو ده السنة الجاية هيلاقيها أزيد من كده. أول محطة على الخط بعد أبو كبير محطة الغابة، ولو عرفت حد من الغابة اوعى معاتد غابة، من المحطات اللي اتجددت على الخط ده. أحلى تحية للغابة، لكن صراحة ما أعرفش مدلول اسم الغابة على المكان رغم إن المكان منطقة زراعية. بعد الغابة في 3 محطات هما خلف الله، الفدادنة، البيروم. خط ابو كبير الصالحيه خط فردي، القطارات اللي شغاله على الخط ده كلها درجه ثالثه، مفيش مكيف خالص. داخلين على محطه رئيسيه على الخط ده، محطه فقوس، كان اسمها زمان في العصر الروماني فقوسه، وبعد الفتح العربي بقى اسمها فقوس. وفي قديم الزمان سكنها الفراعنه في بعض المناطق زي مثلا قريه قنطير التابعه لفقوس اللي فيها اثار للفراعنه ومنها اثار للملك رمسيس الثاني. محطة مميزة صراحة من الناحية المعمارية، ويا ريت كان ستايل العمران للمدينة كان يبقى مميز زي المحطة، لكن للأسف وزي أغلب باقي الأقاليم يغلب الطابع العشوائي في العمران ذو الهوية البصرية المضرة للنظر. في حياتي ما شفتش تكاتك زي اللي شفتها في فقوس ده. لو حد من الفراعنة اللي كانوا عايشين في فقوس زمان رجع وشافها على حالها دلوقتي هيصرخ بأعلى صوته يقول لك حمص. لما تبقى العشوائية أسلوب حياة فلا تنتظر شيء منظم، واحد بيعدي من تحت القطر وهو ماشي، والتاني ماسك في حديقة القطر شكله نفسه يشتغل في نايت كلاب بتاع بورنو، فده العادي الواحد بيشوفه كتير. والقطر كمان شكله جميل.
واحلى تحية لفقوس، لكن برضو فيها حاجة حلوة للأمانة يعني. هو صعب يعني نعمل مكان آمن مخصص لعبور المشاة؟ وصلنا محطة جهينة، عبارة عن بقايا آثار محطة ربما تتجدد لاحقا، الله أعلم. كنت فاكر ان دي ترعة، بس الريحة عرفتني ان ده مصرف، وطلع ان ده جزء من مصرف بحر البقر. مصرف طويل جدا بيعدي على 5 محافظات: القاهرة، اليوبية، شرقية، اسماعيلية، دقهلية، وبيصرف البلاوي بتاعته في بحيرة المنزلة. اتعمل في سنة 1914 وكان مخصص بس للصرف الزراعي، لكن في السبعينات الله يكرمهم دخلوا عليه الصرف الصحي كمان، فبقى عندك كوكتيل تلوث غير طبيعي. من سنة تقريبا عملوا محطة معالجة مصرف بحر البقر قرب بورسعيد، يفترض يعني ان هي تساعد في حل الأزمة بتاعة المصرف ده. الجاموسة دي عسل قوي، اول ما شافتني قعدت تبص عليا بمنتهى الحذر والترقب، وفي عقل بالها بتقول الشخص ده غريب، شكله من البندر مش من حيداني. بس لما لقيتها مقلقه مني قلت يا عم امشي لا تنهق ولا حاجه، صاحبها يفتكرني جاي اسرق الجاموسي. مرحبا بكم في كفر الحاج عمر، محطة من المحطات العائلية الأسرية، تحس كده باللحمة بين المحطة والبيوت اللي حواليها، كله مع بعض كده، أسرة مع بعضيهم. لو حد فاكر ان الخط ده عليه ضغط ركاب قليل، ابدا، الخط ده عليه ضغط ركاب كبير. اهلا بكم في اكياد، محطة انجليزية كلاسيكية جميلة قديمة مش لاقي عليها عمران الطوب الاحمر اللي وراها. محطة عائلية برضو، تنزل كده من البيت على رصيف المحطة عدل، مش محتاج تعدي الشارع. وصلنا اخر محطة في الفيديو، محطة الدراكة، محطة من اللي ارضيتها تراب، اكيد كان فيها رصيف زمان بس اتحلل بقى. ان شاء الله نكمل باقي الخط في الجزء التاني، وبعتذر جدا لبعض اصدقاء القناة اللي قلت لهم اني هنزل الفيديو يوم الثلاث او الاربع اللي فات وما نزلت، لكن والله غصب عني. ونرجع بقى من حيث اتينا، وهونها علينا يا رب، ده لسه العودة من طريق رأس الرجاء الصالح. ابقى خلي بالك من العيال يا بتعة. يلا سلام.